أسنان الأطفال بقى يا جماعة دي قصة تانية خالص. بتبدأ مع ظهور أول سنة لبنية لحد ما تتبدل وتظهر الأسنان المستديمة. رحلة طويلة مليانة ألغاز. تلاقي الأم متوترة، ابني عنده تأخر في التسنين، بنتي عندها تسوسات متعددة. النهاردة هنحل ألغاز أسنان الأطفال. يلا بينا. لو سألت أي أم إيه أهم لحظة استنيتيها في أول سنة من عمر طفلك، هتقولك أول خطوة، أول كلمة، وأول سنة بتبان. بس الرحلة دي مش دايما بتبقى لطيفة، بيبقى فيها دموع وسهر. الأسنان اللبنية وهي بتطلع روحنا معاها. الأسنان اللبنية بتبدأ تظهر عادة عند سن 6 شهور. بتبدأ بالقواطع الأمامية السفلية، بعديها القواطع الأمامية العلوية، وبعدين تبدأ تكتمل بالتدريج لحد سن 2.5 ل3 سنين. بيبدأ يبقى عندنا في فم الطفل 20 سنة وضرس، زي حفلة الضيوف كده. مش كلهم بيجوا مرة واحدة، بيجوا بالدور. ومن أهم أعراض التسنين زيادة اللعاب، رغبة الطفل في العض، مع شوية عصبية ونوم متقطع، وممكن يحصل انتفاخ بسيط في اللثة. ومع اكتمال سن 6 سنين بتبدأ الأسنان اللبنية تتعوض بالأسنان المستديمة، والمرحلة دي بتستمر لحد سن 12-13 سنة. ناس كتير بتبقى فاكرة ان الأسنان اللبنية ملهاش لازمة، ما هي كده كده هتقع. ولكن الأسنان اللبنية مهمة عشان بتحافظ على مكان ظهور الأسنان المستديمة. كمان بتخلي الطفل واثق في نفسه، بيعرف يمضغ كويس، ونموه جيد. من أهم مشاكل الأسنان اللبنية ظهور التسوسات، خاصة مع الرضاعة الليلية. ممكن كمان يحصل تأخر في التسنين لعوامل وراثية أو بسبب ضعف في النمو. كمان ممكن يحصل اعوجاج في أسنان الأطفال. ومن أهم الحاجات اللي بنتعرض ليها في الأطفال هي الإصابات. طفل بيلعب في المدرسة، بيلعب في النادي، يقع على وشه ويحصل كسر في السن. من أهم أسباب تسوس الأسنان عند الأطفال الرضاعة الصناعية، والعصائر في الببرونة قبل النوم، حلويات وسناكس طول اليوم، مع إهمال غسيل الأسنان طبعاً. كمان ممكن يكون الطفل عنده قلة في اللعاب نتيجة لبعض الأدوية أو بعض الأمراض. كمان عندنا عوامل وراثية بتسبب ضعف في مينا السن، وأكيد عدم الزيارة الدورية لطبيب الأسنان. هنشوف السوسة دي ازاي. ممكن تظهر بقع بيضة أو بنية في جسم السن، ولما تبدأ تزيد هتسبب حفرة. ساعتها الطفل هيحس بألم أو حساسية مع الساقع، مع السخن، مع الحلويات. ولو اتساب أكتر من كده هيبدأ يسبب ألم في عصب السن. كمان ممكن الأمر يتطور يسبب خراج، وفي النهاية ممكن نفقد السن. تيجي الأم بقى تسألني طب إزاي يا دكتورة أعرف إن طفلي عنده سوسة في الأسنان؟ هقولك حاجة بسيطة جدا. التسوس بيبدأ يظهر كبقع بيضة أو بنية في جسم السن. خلاص حصلت السوسة، نقدر نتعامل معاها إزاي؟ العلاج هيعتمد على حجم التسوس. لو سوسة صغيرة هنعمل حشوة بسيطة. لو السوسة كبرت ووصلت للعصب هنعمل حشو للجذور. طب السوسة زادت عن كده ودمرت السنة، هنضطر ان احنا نخلع السن. بس خلي بالكو مع الأسنان اللبنية لازم نعمل حافظ للمسافة، عشان نحافظ على المسافة لحد ما نسلمها للسنة المستديمة اللي وراهم. خلي بالكو كل ما بنبدأ العلاج بدري كل ما يكون أبسط وأخف على الطفل. كتير مننا بيفتكر اعتقاد خاطئ جدا: أنا مش هزور طبيب الأسنان إلا لما يبدأ يحصل سوسة. الاعتقاد ده خاطئ تماما. زيارة طبيب الأسنان بتبدأ مع ظهور أول سنة في فم الطفل. طيب ليه؟ عشان الطبيب يبدأ يعمل أهم زيارة في حياة الطفل،
وهي الخطوات اللي الأسرة بتتبعها عشان تهتم بأسنان الأطفال اللبنية. بنبدأ نمسح الأسنان بشاشة مبلولة أو قطنة صغيرة أو فرشة صغيرة، أو ممكن حتى نستخدم صباع مطاطي من الصيدلية الأم تقدر تلبسه وتمسح أسطح الأسنان. وخلي بالكوا تجنبوا تماما إن الطفل ينام وفي بقه الببرونة فيها اللبن أو العصير، لأن ده هيسبب تسوس كتير على أسطح الأسنان. طيب الطفل كبر شوية، ساعتها نقدر نستخدم معجون الأسنان. خلي بالكوا بنستخدم كمية صغيرة جدا يدوب قد حبة الرز. كمان لازم نقلل السكريات والسناكس اليومية، وما تنسوش الزيارة الدورية لطبيب الأسنان. خلي بالكوا بلاش نخوف أطفالنا من زيارة طبيب الأسنان. بلاش نقول لو ما عملتش كذا هوديك للدكتور، لو عملت كذا هديك حقنة. الطفل هيخاف مننا، وزي ما انتوا شايفين احنا بنبذل مجهود كبير عشان الطفل يحب عيادة الأسنان، فبلاش تبقوا انتوا والزمن علينا. أسنان الأطفال اللبنية صحيح فترتها الزمنية قصيرة جدا، لكنها مؤثرة جدا في حياة الطفل. ويا سلام يا سلام لما أسناننا تبقى تمام.